بعد موت بنتها بتدخل في حالة صدمة واكتئاب بيخلوها تشوف إن أصحابها مبسوطين بموت بنتها وفرحانين فيها، فبتقرر إنها تنتقم منهم كلهم. بيبدأ فيلمنا بمجموعة أصحاب بيكونوا في رحلة مع عائلاتهم في منتجع سياحي، وبنشوف واحدة منهم اسمها نورة وهي بتجيب مشروب وأطباق علشان يجهزوا الأكل، ووقتها بتجيلها بنت صاحبتها وبتطلب منها تعالج لها الجرح اللي في رجليها، لكن ساعتها بيسمعوا صوت صريخ عالي، ولما بتبص نورة على مصدر الصوت بتشوف جوزها وهو بيخرج جثة بنتها من حمام السباحة، وبتعرف إن بنتها غرقت وبتدخل وقتها في حالة صدمة وما بتكونش مصدقة اللي حصل، وبتبدأ تفتكر ذكرياتها مع بنتها وقد إيه كانوا عيلة سعيدة وكل حاجة كانوا بيعملوها مع بعض وهم مبسوطين. وبعد شهرين بنشوف نورة وهي مستنية دورها في العيادة النفسية، وبيكون مايكل طليقها موجود معاها لكنه بيكون بيتعامل بشكل عادي، وبيكون واضح إنه تخطى وفاة بنته على عكس نورة اللي بتكون لسه متأثرة، وعلشان كده لما بتشوفه بيضحك بتقوله يمشي لأنها مش محتاجاه، لكنه بيرفض وبيقول لها إن الدكتورة بتاعتها هي اللي طلبت منه يجي معاها لأن ده هيفيدها، وبيعرفها إنه يعرف بنت جديدة وبفضلها قدر يتخطى الحادثة اللي حصلت، وبيعرفها إن عندها بودكاست وإنها مشهورة، وبيوضح لها إنه تواصل مع أصحابهم وهيتقابلوا في نهاية الأسبوع في بيت في وبيعرفها إنه هياخد حبيبته معاه، وده بيضايق نورة أكتر وبيخليها ترفض إنه يدخل للجلسة معاها، وبتقوله إنها بتتمنى يكون اتخطى فعلا. ولما بتدخل للجلسة بتعبر للدكتورة عن إنها متضايقة من ارتباط مايكل، وكمان متضايقة لأنها بنت ناجحة وعندها بودكاست، وبتقول لها إن البودكاست ده متقيم ضمن أفضل 10 بودكاستات، وبتقول لها إن أكتر حاجة مضايقاها هو إن أصحابها خارجين في أجازة وعايشين حياتهم على الرغم من معاناتها هي، وحتى ما فكروش يعرضوا عليها تروح معاهم، وبتقترح عليها تروح معاهم بما إنها هي كمان صاحبتهم، وهي هتروح معاهم على أساس هي اللي طلبت منها. ولأن نورة بتكون متعصبة ومش في حالتها الطبيعية بتحاول إنها تهديها وبتقول لها إنها تعمل لها اللي هي عايزاه، لكن في الأول لازم يكملوا الجلسة، وبتطلب منها تتفرج على فيديو لعصفور كل ما العش بتاعه بيقع بيبني واحد جديد، وبتكون عاوزة توصل لها رسالة بإن حياتها ما انتهتش بموت بنتها، وإن هي كمان تقدر تتخطى اللي حصل وتبدأ حياة جديدة، وبتقول لها تأسس عيلة لكنها بتتعصب عليها وبتقول لها إنها مش عايزة تعمل كده. وفي نهاية الأسبوع بنشوف ديفيد وتوم ولارا أصحابها وهم بيرتبوا البيت اللي هيقضوا الأجازة فيه، ووقتها بتنضم لهم كاتي صاحبتهم الرابعة وبتدخل تجهز الأكل مع لارا، وبتقول لها إن علاقتها بديفيد الفترة دي متوترة وغالبا هتنتهي، وبيكون ردها عليها بإنها هي كمان علاقتها مش أحسن حاجة مع توم جوزها، وبتفكر إنهم يروحوا لأخصائي نفسي عشان يلاقوا حل لمشكلتهم. ولما بيتجمعوا الأربعة مع بعض وبتسألهم كاتي لو في حد تواصل مع نورا من بعد الحادثة، بتقول لارا إنها حاولت تعمل كده لكنها كانت دايما عصبية ونادرا لما بترد على التليفون، وبتقول إن أسلوبها كان متغير معاها وعلشان كده التواصل اتقطع ما بينهم، وبيبدأوا بعدها يفكروا بعض بأيامهم أيام الثانوية لحد ما بيتفاجئوا بدكتورة ليلى وهي داخلة عليهم وبيقولوا لها إنهم مبسوطين لأنها انضمت لهم، ودي بتكون المعالجة النفسية بتاعت نورا. وبعد شوية بينضم لهم مايكل مع شيلبي حبيبته وبيعرفهم على بعض، لكنهم ما بيكونوش مستلطفينها، وده لأن طول الوقت كانت بتتكلم معاهم عن البودكاست بتاعتها وعن الطبيعة والعبادات الدينية، وعلشان كده بيسيبوها مع مايكل وبيروحوا يعوموا في البحيرة. وبتتكلم لارا مع كاتي عن أحلام طفولتها وبتقول لها إن كان أقصى طموحها هو إنها تشتغل عاملة في محطة بنزين، وبيكون ردها عليها بإنها هي كمان كان نفسها تشتغل في صالة تمرين رياضية، وبتبدأ تحكي لها عن أولادها اللي طول الوقت بيتكلموا عن انقراض الحيوانات ودايما معتقدين إن دي نهاية العالم. وفي نفس الوقت بتكون ليلى بتحكي للباقي عن النظام اللي بتستخدمه في علاج مرضى الاكتئاب والصدمات، وبيبدأوا يتناقشوا عن شغلهم وعن حياتهم في الفترة اللي فاتت وأهدافهم الجاية. ولما بتدخل كاتي علشان تحضر الأكل بتتفاجئ بنورة داخلة عليها المطبخ وهدومها كلها مية، وبتعرف إنها وقعت في البحيرة. ولما لارا بتشوفها بتقول لها إنها مبسوطة لأنها جت، وبتطلب من كاتي تجيب لها هدوم من عندها. ولما مايكل بيشوفها وبيسألها هي ليه جت بتقوله إنها جت تسلم عليهم بس مش أكتر وهتمشي. ولما بتطلع علشان تغير هدومها بيسأل ديفيد من اللي طلب منها، وبتقوله ليلى إن هي اللي عملت كده لأن ده نوع من أنواع العلاج التحفيزي، وبيكون أغلبهم مش حابب وجودها معاهم، وده لأنها من وقت وفاة بنتها وهي طريقتها متغيرة معاهم، لكنهم بيتفاجئوا لما بتنزل وبتقول لهم إنها مبسوطة وإنها سعيدة لأنهم اتقابلوا، إنها كمان مفتقدة لكلامهم وخروجاتهم مع بعض. وبعد كده بتروح تقف لوحدها عند البحيرة، ولما بتروح شيلبي تتعرف عليها بتكون أول حاجة نورة بتسألها عنها هي إزاي اتعرفت على مايكل، وبيكون ردها بإنهم اتقابلوا في مجموعة لمشاركة المشاكل اللي بيمروا بيها،
وبتقول لها إن مايكل حزين ولسه ما تخطاش وفاة بنتهم لكنه ما بيبينش ده، وبتطلب منها ما تزعلش منه لو بيبين لها إنه عايش حياة طبيعية، لكنها بتقاطع كلامها وبتقول لها إنها عمرها ما تحس حاسة بيه لأنها ما جربتش تكون أم. وعند مايكل في الوقت ده بيكون واقف بيشوي، وبتروح ليلى تتكلم معاه وبتقول له إنها منبهرة لأنه اختار بنت أصغر منه بكتير، وبنفهم من طريقة كلامهم إنهم كانوا على علاقة ببعض، وبتكون عايزاه ينفصل عن شيلبي ويرتبط بيها لكنه بيرفض، وبيقول لها إن شيلبي ساعدته يتخطى حاجات كتير في حياته وما ينفعش يعمل كده. وعلى الأكل بيفضلوا يهزروا مع بعض وهم مبسوطين لحد ما بيلاحظوا إن نور مختفية، ولما بيقرروا إنهم يدوروا عليها بتقول لهم ليلى إنها ممكن تكون في أوضتها، وبتطلب منهم يسيبوها على راحتها وهي لو حبت تنضم ليهم وبالليل بيروح ديفيد يجيب حتة خشب من المخزن واللي بتكون الكهرباء فيه قطعة، وأول ما بيدخل وبينور الكشاف بيتفاجئ بوجود نورة هي كمان، وبيخاف لأنها ظهرت قدامه فجأة، وعلشان كده بتضحك عليه، ولما بيسألها هي بتعمل إيه هنا بتقوله إن مايكل كان عاوز فاس وهي راحت تجيبه. وعلى العشاء بتسأل نورة كل واحد منهم عن أولاده، وفي النهاية بتقول لهم إن كلهم أمهات وأبهات مهملين، وعلى الرغم من كده أولادهم لسه عايشين ومستمتعين بحياتهم، وبتلومهم لأنهم ما أخدوش بالهم من بنتها إنها بتغرق لما راحت تجيب لهم المشروب، وبيكون ردهم عليها بإن هم كمان زعلانين على موت بنتها، لكن في نفس الوقت هم ملهمش ذنب في اللي حصل لأنهم مش والدتها ووالدها علشان ياخدوا بالهم منها. وبيقول لها ديفيد إنهم وقتها ما كانوش في حمام السباحة وكان مايكل بس هو اللي معاها، وبيشدوا مع بعض كلهم في الكلام لحد ما بيزهقوا وبيقرروا إنهم يناموا، لكن وقتها نورة بتعتذر لهم على كلامها وبتقول لهم إن اللي حصل كان بسبب إنها ما أخدتش الأدوية بتاعتها، وبتطلب منهم يكملوا السهرة، وبتدخل مع كاتي اللي بتكون داخلة تجيب المشروب بحجة إنها تاخد الأدوية، لكنها بتحط في المشروب بتاعها كمية كبيرة من الهيروين من غير ما تاخد بالها، وبعدها بتروح تقعد معاهم وبيلعبوا مع بعض وهم بيشربوا وبيفضلوا يهزروا كتير لحد ما ديفيد بيقول إن الجو برد وبيقترح إنهم يولعوا خشب، ووقتها بيقول لهم مايكل إنه هيخرج هو يجيب الخشب من الغابة، وبتكون نورة عاوزة تروح معاه لكنه بيكون متردد وخايف على زعل شيلبي أو إنها تحس بغيرة من ده، لكنها ما بتعترضش وبتقوله بالنسبة لها مفيش مشكلة بإنهم يروحوا مع بعض لأنها واثقة. وفي طريق مايكل ونورا للغابة بتبدأ تفكروا بذكرياتهم مع بعض، وبتقوله إنها قررت تبدأ حياة جديدة، وبتفكروا لما اشتروا خيمة كبيرة ووعدوا بنتهم بإنها لو نامت لوحدها في الأوضة هيروحوا تاني يوم يخيموا، لكنها فضلت الليلة دي كلها صاحية ومتحمسة وكل دقيقتين تيجي تسألهم عن الحيوانات اللي هيشوفوها في الغابة، وبيفكرها هو كمان بلعبتها اللي كانت بتغني واللي كانت مزهقاهم بيها ومشغلاها 24 ساعة، ولما زهقوا منها رموها في باسكت الزبالة بتاع الجيران علشان ما تكتشفش إن هم اللي عملوا كده، وبيقول لها إنه متأكد من إنها في مكان أحسن دلوقتي وإنها ماتت وهي سعيدة لأن حبهم ليها كان كافي، وبتأكد نورة على كلامه، وبعدها بتطلب منه تشيل هي الفاس بداله لأنه شايله بقاله كتير، وفعلا بيديهولها ولكن نظراتها ليه ما بتكونش مريحة. وعند شيلبي بتكون بدأت تحس بقلق وغيرة من تأخيرهم، وعلشان كده بتروح تدور عليهم في الغابة وبتفضل تنادي على مايكل بصوت عالي لحد ما بتظهر نورة من وراها فجأة، وبيكون في دم على هدومها والفاس، ولما بتسألها شيلبي عن مايكل بتقول لها إنه غالبا رجع للمدينة مرة تانية لأنه شايف الحفلة مملة، ولكن شيلبي ما بتقتنعش بكلامها وده لأنه أكيد مش هيمشي من غيرها، وبتفهم إنها خلصت عليه وعلشان كده بتلومها وبتقول لها إنه كان بيتألم على بنتهم لكنه ما بيبينش، وبتعرفها إنها حامل وكانت مستنية الوقت المناسب علشان تعرفه، وبيكون رد نورة عليها بإن مش من حقه بعد وفاة بنته يمارس حياته بشكل عادي ولا إنه يرجع لشغله ويخرج ويشرب مع، وبتقول لها إنها متأكدة من إنها تكون أم كويسة لكن للأسف مايكل مش هيشوف ده، وبتسيبها وبتمشي، وفي نفس الوقت ده بتبدأ كاتي تتعب وفجأة بتنزف من مناخيرها من غير ما يعرفوا السبب، ولما بترجع نورة وبتشوف توم لوحده وبتقف تتكلم معاه وبتفكره بذكرياتهم في الجامعة والمدرسة لحد ما بينزل المية، وبتوصل سلك كهربا فيها وبتقف تتفرج عليه وهو بيموت قدامها وبتستمتع بكل اللي بتعمله، ولما أصحابه بيشوفوا الجثة بيحطوه في العربية علشان ينقلوه المستشفى، لكن وقتها نورة بتقطع عليهم الطريق وهي ماسكة الفاس وبتضرب بيه إزاز العربية، وعشان كده بينزلوا وهم خايفين وبيدخلوا للبيت بسرعة وبيقفلوا الباب، وبتستقبلهم ليلى اللي بتكون شاربة كتير ومش في وعيها، لما يحكوا لها عن اللي حصل بتضحك وبتقول لهم إن أمنية حياة تقضي أجازة فيها مغامرات، وفي نفس الوقت ده الباب بيخبط وبيطلب مايكل منهم يفتحوا، ولما بيفتحوا له بيتفاجئوا إن صابه بينزف، وقبل ما بيتكلم بيقع على الأرض وبيفقد حياته، ووقتها الكهرباء بتفضل تطفي وحدها وبيشوفوا نورة وهي واقفة بتبص عليهم من ورا الإزاز وبتقول لهم ليلى ما تقلقوش أنا معالجة نفسية وهقدر أسيطر عليها،
وبتطلب منها من ورا الإزاز تهدى وتاخد نفس عميق، لكن بتسيبها. وفي الوقت ده بتقول لارا لليلى إنها سبب كل اللي حصل ده، لأنها هي اللي طلبت من نورا تيجي معاها، وبتتهمها إنها السبب في موت بنتها، لأن وقت الحادث بتحاول تغري مايكل بجمالها خلته ما يركزش مع بنته اللي كانت لوحدها في حمام السباحة. وفي الوقت ده بتدخل نورا وهي مصوبة عليهم السلاح وبتقول لهم إن كلهم ليهم علاقة بموت بنتها وكلهم هيتعاقبوا. وبتقول كاتي إن كلها كام دقيقة وتفقد حياتها بسبب جرعة زيادة من الهيروين. ولما بتحاول ليلى تهديها وتفكرها بصداقتهم زمان وقد ايه كانوا قريبين من بعض، بتشهد ليها وهي قريبة من مايكل عند السباحة، وبتقول لها انها كانت قريبة منها علشان خاطر مايكل. وبتكون لسه هتخلص عليها، بيجي ديفيد من وراها وبيخبطها على دماغها لما بتفقد الوعي، وبعد في الكرسي بيعرفهم ان مفاتيح العربية ضايعة، وبيحاولوا انهم يلاقوا اي وسيلة يخرجوا بيها من المكان، لكن من غير اي فايدة. وبتموت كاتي في الوقت ده. وعند ديفيد بيكون في حمام السباحة، وفجأة بتظهر نورا من وراه وبتطلع سكينة، وبعد كده بتحطه في البانيو وبتفتح المية، وبتروح بعدها تطارد لارا اللي بتترجاها انها ما تأذيهاش وانها مش هتعرف حد اللي عملته وهتساعدها في ان تعالج. وفي الوقت ده بتظهر ليلى وبتقول لها ان ده علاجها وانها لازم تنتقم من كل اللي اذوها عشان ترتاح نفسيا. وبنعرف ان هما الاتنين كانوا متفقين مع بعض من البداية، لكن وقتها نورا كانت ناسية الذكرى اللي شافت فيها ليلى ومايكل مع بعض. وعلشان كده بعد ما بتخلص على لارا بتقول لها ان هي كمان ليها علاقة بموت بنتها، وعلشان كده هي كمان لازم تموت. وبتكون لسه هتخلص عليها، ليلى بتسبقها وبتهاجمها هي الأول وبترميها في البحيرة. ولكن في النهاية بيطلع إن كل ده في عقل نورا بس، اللي تخيل إنها عملت كده وهي بتحضر جلسة الواقع الافتراضي. وبعد ما مدة الجلسة بتخلص بتتبسط من اللي شافته وبتقرر إنها تنفذه في الحقيقة، وبتروح للحفلة في نهاية الأسبوع وهي واخدة الفاس معاها. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم من الفيلم إن في أوقات صعبة لازم نتماسك فيها علشان ما ندمرش كل حاجة. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب